وقلبك ما تقطعش ليه يا حاج حنان، ووجعك قوي كده على كريم لما انت سبتيه وهو بيعمل اللي هو عايزه، بعد ما انت كنت في الاول بتقولوا له ده حرام وده حلال، وتخيلت نفسك ان انت اسستي الراجل اللي هو هيبقى امام جامع، ورحتي بتدوري على واحد من دور ابنك تتجوزيه وتدعي ربنا انت وهو عشان تخلفوا صبيان وبنات زي ما كنت مفهمه كريم زمان وهو صغير. لما قال لك احنا بنجيب العيال ازاي او احنا بنتولد ازاي، قلت له احنا بندعي ربنا وربنا بيستجيب لنا ويجيب لنا العيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناتكم مع الناس. رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تفاصيل زيارة حنان صدقة اللي هي والدة الحاج كريم، طبعا راجل تجمع الخامس، راحت له السجن عشان تزوره وتطمن عليه عشان قلبها مش جايبها ومش قادرة تبعد عنه. وكانت صرحت ان هي ما تقدرش تروح له في الجلسة اللي اتعقدت مؤخرا عشان ما تشوفوش ورا القضبان، وبعدين هي قلبها قلب خصاية، فمش هتستحمل تشوف كبدها وقلبها محبوس يا عيني ورا القضبان، عشان هو كمان مرهف الحس ومالوش في الحاجات الوحشة والياي دي. كنت فين يا حاجة حنان؟ انت كنت فين يا حاجة حنان صدقة من بداية ما ابنك بدأ يتوحش ويتوغل في علاقاته اللي هي الشمال من الآخر؟ الواحد بقى مش عارف يتحفظ. أنا على قدر الإمكان عايز أتحفظ بس مش عارف بصراحة. بدأت معاه بداية كويسة لما انت قلتي له وقعدت كل حاجه تقولي له حرام. طبعا هو كده كده انتوا قاعدين في مجتمع كله كل اللي حواليكوا فيه يعني 95% التصرفات كلها حرام، ولكن انت ما قدرتيش انت ووالده تكملوا الصح وتوجهوه الصح. وتخيلتوا انتوا لما اسستوه بقى يعني 7 8 سنين كده يعني كل حاجه حرام، فالراجل هيبقى ملتزم ومش محتاج متابعه ورعايه. لدرجة ان انت حتى يعني بدري بدري ايقنتي ان هو دخل في سكة الشباب اللي هو الامريكاني وبقى واحد منهم عادي. لما كان عنده حفلة عيد ميلاد وانت قلت له بكل اريحية احنا هنسيب لك البيت يا حبيبي، اعزم اصحابك واعمل العيد الميلاد وروق على حالك. طبعا كانت معروف ان انت اصحابه هم هيبقوا اصحابه ايه، عشان ما تقوليش انا اسسته على الاصول والكلام ده. فيعني كان في مؤشرات مليون في المية غير حتى موضوع الحفلة ان يبان عليه ان هو خلاص مالوش دعوة لا بالاسلام ولا بالدين ولا بالشرق ولا مصر ولا الكلام ده كله. فانت طبعا كبرت دماغك وبعد كده عشت حياتك. واضح جدا يعني من تاريخك زي ما انتشر على السوشيال ميديا ان انت اتفصلت عن والده وكل واحد راح لحاله. كل همك طبعا ان هو والده بيبعت لك فلوس وبيبعت لاولاده فلوس والدنيا ماشيه زي الفل، وانت دورتي على شاب تاني من دور اولادك عشان تكملي حياتك معاه. طبعا انت بنت عز وبنت ناس، ما ينفعش تدوري على اولادك او تتابعيهم وتشوف الدنيا ماشيه معاهم ازاي وانت متاكده مليون في الميه ان هم نشأتهم نشأة مش كويسه. لما يكون المجتمعات اللي هي بره دي واضح جدا ان النشأة محتاجة متابعة وصرامة في المتابعة وتوجيهات على طول، ومش اي حد طبعا يسلك في المجتمعات الأوروبية وامريكا. فانت الموضوع فلت من ايديكي، وطبعا والده شال ايده من الموضوع والتاني من تربية الاولاد، وهم مجرد ما بقى 13 14 15 سنة كل واحد بقى ايه عاش حياته. ده مليون في المية ان كان كريم ولا نبال، كل واحد اتوجه للطريق اللي هو ماشي فيه وعلى الدنيا السلام. طبعا انت رحت النهاردة لحبيب قلبك كريم وما قدرتيش يا عيني تشوفيه حتى وهو في السجن لما قابلك، وصرحت وقلت ان هو تعبان جدا ومريض ومش مستحمل الوضع اللي هو فيه، وانا مش قادره كمان اشوفه في الوضع اللي هو فيه، وقلبي اتقطع. انا قلبي اتقطع من جوه على ابني ونور عيني. ابنك ونور عينك فين يا حاجه؟ انت كنت فين يا حاجه وهو صايل جايل شمال ويمين في التجمع الخامس وبورسعيد واسماعيليه
وجاب أميرة وجاب رحمة وجاب نورة وجاب الناس التانية اللي مش عايز يعترف بيهم الا لما الحكومة تجيبهم. كنت فين؟ كنت فين يا ست الكل يا بركة؟ وبعدين متمسكة قوي بالولد، متمسكة قوي بالولد زين، وبتقولي زين نفسيته محطمة وتعبان. هو انت عايزة ايه؟ عايزة ايه من اللي انت حطيتي زين ده فيه؟ ما هو انت اللي عملتي كريم، وانت اللي وصلت لزين المرحلة دي. والله هو زين بصراحة الله يكون في عونه. إن كان في إيديكي أنا ما يعني رأيي الشخصي الواد ملوش أمان. إن راح للناحية التانية برضه ملوش أمان، ما هي نفس النشأة ونفس التكوين ونفس أسلوب الحياة. يعني حد الناحية التانية برضه أهله منفصلين وكل واحد عايش في الناحية اللي هي أنا بتكلم يعني على أم والدته اللي هي بتقول حتى هي انفصلت عن جوزها هي التانية وما تعرفش حاجة عن بناتها. كانت في لقاء مع عبد الرحمن مذيع مصر، وبيسألها أي حاجة عن بنتها تقول له أنا مش عارفة، أنا مش عارفة كل حاجة. ما أنتش عارفة، ما أنتش عارفة فعلا. هم دول أنتوا بتربوا وبتخلفوا وترموا، بتخلفوا وترموا. فلوس مش في فلوس، خلاص في فلوس خد يا بنت ولا خد يا واد كام رزمة وشبرق نفسك بيهم وطر الدنيا، والدنيا زي الفل. وبعدين تدوروا بقى تشوفوا كام الدولارات التانية هتيجي منين بدل ما انت غير اللي انتوا اديتوها للاولاد، والعمليه ماشيه. الله يكون في عون فعلا الناس اللي عايشه في المجتمعات الاوروبيه وامريكا والبلاد دي، ومحافظين على قيمهم الاسلاميه والشرقيه، ومحافظين على اولادهم وبيربوهم احسن تربيه. دول في صراحه لهم الجنه. يعني حتى لو حد هنا امام جامع، هناك لو واحد ملتزم وبيبعد عن الموبقات اللي بتتعمل هناك فهو افضل من امام المسجد هنا. يعني هم عايشين في وسط مش عايز اقول نار، ربنا يكون في عونهم. انتوا ما عملتوش كده، لا والدة كريم وابوه ولا والدة لبنى وابوها. يعني نفس سبحان الله، ما هو بيقول لك الزير بيدور على غطاء. هم متوافقين مع بعض الواد والبنت واهاليهم. تيجي لما تزوري ابنك حبيب قلبك فلذت كبدك تحزني على اساس ان انت ما حزنتيش ليه لما عرفتي ان هو عمل في رحمة ونورة واميرة ومش عارف مين وعطيات والحاجات اللي عملها دي اللي لا يمكن تخطر على بال بشر. ما زعلتيش ليه وحزنتي على الناس دي؟ انت في عز ما هو عامل الحاجات دي دلوقتي حاليا انت بتحاربي برضو، بتقاومي وبتحاربي في خلق الله اللي هي لبنى اللي بتدور على ابنها. زي ما قلنا الاتنين زي بعض، ما هو معاكي زي معاها. العملية الله يكون في عونه وربنا يتولاه. ده زين ده يا عيني، ولكن هو طبعا نشأ برضه في نفس المجتمعات دي، ولكن هو لسه صغير. ممكن لو ربنا كرمه بأي حد يقومه ويرعاه ويبقى شخص تاني ويعوض الحاج كريم المؤذي ده ويطلع حاجة عدلة. ما تقوليش ان ابنك صعبان عليكي، وما تقوليش ان هو مش قادر ومش مستحمل وبيقول لك يا ماما انا مش مستحمل يوم في السجن. انا كل يوم بتعذب، كل يوم بتتعذب. يا راجل يا راجل، ده انت فضلت يعني قاعد في العذاب اللي انت بتتكلم فيه ده تقصده من دلوقتي لحد ما تموت موتة ربنا. هيجي ايه في اللي انت عملته في واحدة من البنات المساكين اللي امنوا لك تحت اي مسمى ايا كان بقى، ايا كان الله يرحمهم جميعا. ما يجيش ذرة في اللي انت عملته فيهم. هنقول ايه؟ البقاء لله في الناس اللي راحت، وان شاء الله ربنا يرحمك بقى وهو الكفيل ان هو يحاسبك ويسامحك ان كان وكده كده ربنا رحمته واسعة. ولكن انت ما تستحقش الشفقة ولا الرحمة ولا والدتك اللي هي طالعة تصور لنا ان هو ملاك طاهر ويا عيني بيتعذب، يا عيني بيتعذب ومش مستحمل وعايز يخرج. يا ماما خرجيني، يا ماما خرجيني. يا عم يكشي خرجت روحك بدري بدري قريب سريع سريع كده. يا ريت بقى كده يعني المحكمة تحكم بدري بدري والمفتي يوثق الكلام والتنفيذ يبقى سريع، يعني عشان ننسى اللي حصل في الحادثة دي وربنا يستر وما تتكررش تاني قريب. لان احنا زي ده ما انا بقول دايما لما بيحصل حاجة بنقول دي اوفر، واخر حاجة تبص بعدها مباشرة تلاقي في حد طالع على نفس النهج ونفس المنوال وتلاقي سبحان الله تيبيكال نفس الحادثة ونفس السيناريو. ربنا يسترها عليكم جميعا ويكفيكم شر
كل سوء ويحفظ أولادكم جميعا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.